السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جئنا لزيارة هذا النصب التذكاري الذي يتواجد خلف المتحف العسكري الفرنسي، يعني جاي في المقاطعة السابعة على ما أظن، ويتواجد بجنب النصب التذكاري لليوطي حاكم المغرب سابقا. واش يقول في هذا المقتطف؟ مقتطف من نداء الذي وجهه صاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس سلطان المغرب إلى شعبه، والذي ابتلي بجميع مساجد المملكة سنة 1939 عند دخول فرنسا الحرب. في هذا اليوم الذي قامت فيه فرنسا بحمل السلاح للدفاع عن أراضيها وشرفها وكرامتها ومستقبلها ومستقبلنا. مليح. وجب علينا أن نكون مخلصين لمبدأ نسبنا وتاريخنا وديننا. فابتداء من هذا اليوم إلى غاية أن يكل علم فرنسا وحلفائها بالنصر، سنظل مدينين لها بالمساندة دون تحفظ وعدم مساومتها في أي من مواردنا، وعدم التراجع أمام أي تضحية. لقد ارتبطنا بها في ساعات الهناء والرخاء، ومن الإنصاف أن نكون بجنبها في هذه المحنة التي تمر بها، ونحن يقينين بأنها ستخرج منها لا محال منتصرة وقوية. مليح أستي، كثر خيرك أخوي صاحب الجلال أستي. مليح. إيه. المهم هاي قدامكم وقروها بالعقل وتمعنوا معها، يعني ما فيها لا باش ما تقولوش راه كذب والله، ولكنش ما عارفين. دركا هاك تشوفوا النصب قدامكم على اليمين. انا ما ممكن النصب التذكير تاع اليوطي هذاك قبر نابليون على ما اعتقد. نروحوا من اللور. واش يقول من اللور؟ تمجيدا للفرق المختلطة القوم المغربية، صحيتهم لي سينيو تاعهم لي ميداي تاعهم نشوفوا من تحت. بالله احنا اللي يهمنا المقتطف بالعربية. تمجيدا للفرقة المختلطة للقوم المغاربية المحدثة بمبادرة الماريشال اليوطي، خيرات، إلى الرجال القوم والمعاونين ومقدمين، وإلى رؤسائهم الذين سقطوا في ساحة الشرف، إلى الذين سجلوا ملحمة خالدة تشرف عالمهم وألويتهم بتضحياتهم في ساحة الشرف، يذكر منها تألقهم في المغرب وحماسهم واندفاعهم من أجل استرجاع التراب الفرنسي بتحفيز من رؤسائهم المرموقين. زيدوا القدام إلى الأمام، كان هذا شعارهم. تم تدشين هذا النصب التذكاري يوم 13 أكتوبر 2015 بحضور سعادة السيد شكيب بن موسى سفير صاحب جلالة الملك المغرب بفرنسا، والسيد جان مارك كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، والسيدة أني دالغو عمدة باريس، والمراقب العام للجيوش السيد كلود سورنا رئيس جمعية قدماء القوم المغاربة وشؤون الأهلية والقومية. مليح ستي. ما أكثر قدام تمثال اليوطي هذا زعما حاكم المغرب قبل في وقت الاستعمار، كما تقول في وقت الاستعمار، يعني كي تغزر هكا وتقرا وتلاحظ الشيء اللي كاين ما كاينش وقت استعمار، يعني ما كنتش مستعمرين، كنتوا راضيين بهذا الحاكم هذا اليوطي. علاش؟ لين كيفاه نبعث انا سفير دوله تاعي يدش منصب كيما نصب تذكيري كيما هذا، يمجد اليوطي، يمجد القوميه تاعكم. والله ما دخت، صدقني يعني صراحه دخت. ما تفهمش منين تاخذها، والله ما تفهم. ربك هو الخير ان شاء الله. هاي السلام.
تمجيدا للفرقة المختلطة للقوم المغاربية المحدثة بمبادرة الماريشال اليوطي إلى رجال القوم المعاونين والمقدمين، وإلى رؤسائهم الذين سقطوا في ساحة الشرف، إلى الذين سجلوا ملحمة خالدة تشرف علمهم وألويتهم وتضحياتهم في ساحة الشرف، يذكر منها تألقهم في المغرب وحماسهم واندفاعهم من أجل استرجاع التراب الفرنسي بتحفيز من رؤسائها المرموقين. زيدوا القدام إلى الأمام، كان هذا شعارهم. تم تدشين هذا النصر التذكاري يوم 13 أكتوبر 2015 بحضور سعادة السيد شكيب بن موسى سفير صاحب الجلالة الملك المغرب بفرنسا، السيد جان مارك توكسيني كاتب الدولة المكلف بقدماء المحاربين والذاكرة، والسيدة أني دالغو عمدة باريس، والمراقب العام للجيوش السيد كلود سورنا، رئيس جمعية قدماء كوم المغاربين وشؤون الأهلية القوم.